السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الأسف الشديد، حزب العدالة والتنمية المغربي أصبح يحمل كذلك خطاب الأحزاب العنصرية اليمينية المتطرفة في أوروبا. الحزب ديال لو بين في فرنسا، الحزب ديال فيلدرز في هولندا، والأحزاب الأخرى، مع العلم أن هذا الحزب ديال العدالة والتنمية كانت عنده الحقيبة ديال المغاربة المقيمين بالخارج، واللي كانت تتولاها نزهة الوافي، اللي كانت أضعف وزيرة ديال المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى الوزير الاستقلالي معزوز، والوزير ديال الأحرار أنيس بيرو، والوزير الآن ديال المقص بوريطة. هاد الوزراء هادو أضعف وزراء عرفتهم الحقيبة ديال المغاربة المقيمين بالخارج. رجعوا المجموعة ديال العدالة والتنمية في البرلمان، قدموا واحد المشروع ديال قانون تنظيمي اللي تيقضي بالتغيير ديال المواد 31 33 و 35 من القانون التنظيمي 065/13 اللي تينظم تسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. الناس ديال العدالة والتنمية بغاو يغيروا المادة 31 و باغين أنهم لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص الغير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، والأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى. وهذا هو بيت القصيد، لأن المغاربة المجنسين الجنسية المغربية لا تسقط عنهم، وهذه معروفة. ويجي حزب العدالة والتنمية في المغرب ويشد الباب على الإطارات والكفاءات المغربية اللي في الخارج، ونسى هذا الحزب بأن في دول الإقامة، وغادي نعطيك أمثلة حصرية. هولندا فيها عمداء من أصل مغربي لأكبر المدن الهولندية، وفيها مستشار ديال الملك والملكة من أصل مغربي، وكان كاتب الدولة ديال الشؤون الاجتماعية من أصل مغربي، ورئيسة البرلمان من أصل مغربي، حتى الرئيسة الحالية فهي من أصل مغربي. وما جا حتى شي قانون، مشروع قانون أنه تيمنع المجنسين من تقلد المسؤوليات الحكومية والسياسية. بلجيكا عندنا مجموعة ديال الإطارات السياسية من أصل مغربي ووزراء من أصل مغربي، وما تحرك حتى شي قانون اللي يمنع هاد الإطارات والكفاءات من تحمل المسؤولية. فرنسا كذلك، إلا المجموعة ديال حزب العدالة والتنمية. ما فهمتش ما هو
المقصود ديال هاد الأقلية داخل البرلمان اللي ما قدرش تكون حتى فريق نيابي. كنتو كحزب تترأسوا الحكومة ولايتين متتابعتين من 2011. ماذا قدمتم لمغاربة العالم رغم أن عندكم فروع في الخارج؟ لم تقدموا أي شيء مع الأسف. الآن أظهرتم بأنكم تنتمون للأحزاب العنصرية اللي هي في بلدان الإقامة من خلال تقديمكم لهذا المشروع ديال القانون التنظيمي من أجل تغيير ديك المادة 31. هاد مغاربة العالم أصبحوا كبش فداء وبقرة حلوب عند الأحزاب السياسية المغربية والحكومة المغربية.